السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة الجيلي بالبسكوت بالفواكه بالكاسترد، طبقات كده في منتهى الجمال واللذاذة. بمناسبة ان خلاص فصل الشتاء بيروح وهيدخل علينا الحر بقى، وهنحتاج الحلى البارد ده كتير. الوصفة سهلة وبسيطة جدا، وبجد طعمها وهمي، مش هتشبعوا من اكلها. كمان هنعمل السكر بتاعها قليل جدا للناس اللي مش بتحب السكر كتير، تقدروا تاكلوا منها بكل امان، والوصفة صحية جدا. هنقول بسم الله ونبتدي بالخطوات بتاعتنا. عشان بقى اعمل الصينية الجبارة دي، محتاجة اعمل اول خطوة الاول، هسيبها على جنب وابتدي باقي الخطوات. واول خطوة معايا هي ان انا هضيف زي ما احنا شايفين كده فراولة. انا ضفت عملتها 500 جرام، يعني نص كيلو من الفراولة، قطعتهم مكعبات صغيرة كده زي ما احنا شايفين، وضفت عليهم باكو من جيلي الفراولة ونص كوباية من المية، ورفعت الكلام ده كله بقى على النار، قلبتهم كويس جدا، وهسيبهم بقى يندمجوا كده مع بعض ويبتدوا يغلوا. انا عاوزاهم يغلوا مع بعض، عايزة كل حاجة تاخد من طعم بعضها، يعني عايزة الجيلي ياخد من صوص الفراولة، تعمل معايا كده حاجة زي مربة الفراولة كده، حاجة في منتهى الجمال. اول ما تبتدي تغلي هتعمل معايا كده الفوران او الرغاوي البيضة دي، عادي مفيش اي مشكلة، هنشيلها بالمعلقة مفيش اي مشكلة خالص، لحد ما تبقى زي المربى بقى، مش هيكون فيها اي رغاوي خالص. وقتها بقى خلاص نقدر ان احنا نطفي النار. انا ما ضفتش السكر، واكتفيت بسكر الفاكهة والسكر اللي موجود في الجيلي. ده اختياري، لو تحبوا تضيفوا سكر مفيش مشكلة خالص، بس هي طعمها كده مش محتاج. هسيبها بقى تغلي كده وتنسجم مع بعضها كده، وزي ما قلت لحد ما يكونش معايا رغاوي خالص، وكده تبقى معايا مربى الفراولة او جيلي الفراولة جاهز للاستخدام. هسيبه على جنب يبرد خالص لحد ما يعمل بقية الخطوات، وارجع له بقى هو اخر خطوة. زي ما احنا شايفين كده الرغاوي طبعا بتقل خالص وبيغلي لحد ما نوصل انه مفيش اصلا رغاوي خالص. في المرحلة دي نقدر بقى نطفي النار، ونبتدي في اول خطوة. واول حاجة معايا هجيب بولة فيها لبن، واللبن يكون ساقع او بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش سخن عشان البسكوت ما يتفتتش. وهجيب بسكوت شاي، عايزينه مدور مربع مستطيل اي حاجة، وهبتدي ان انا انزله كده في اللبن، وهشيله بسرعة بالشوكة، مش عايزاه يدوب في اللبن، انا عايزاه يشرب بس من اللبن، وبصفيه وبخرجه على طول. لو البسكوت بتاعنا مدور، يستحسن ان احنا نستخدم صينية مدورة او بيضاوية. لو مربع زي ده او مستطيل، بنعمله في بايركس مستطيل او مربع، علشان نقدر نستغل المساحات وتكون طبقة متماسكة ومتكاملة ما فيهاش اي فراغات. انا هعمل طبقتين اتنين من البسكوت، مش طبقة واحدة، وده برضو يرجع لكم، لو حابين طبقة واحدة تمام، عاوزين طبقتين، عاوزين اكتر، برضو حسب الرغبة. انا بحب طبقة البسكوت، فعشان كده عملتها طبقتين، ممكن نقلل وممكن نزود. كده خلصنا من طبقة البسكوت، هندخل بقى على الطبقة التانية، وهي الكاسترد. معايا لتر من الحليب، ومعايا 4 معالق من الكاسترد، ومعايا معلقتين سكر. ممكن نزود السكر، انا قلت لكم ان انا مش بحب السكر فمش بزوده، ممكن تضيفوا 3 او 4 معالق سكر مفيش مشكلة. هدوبهم على النار مع معلقة صغيرة جدا من الفانيليا، وهرفع بقى الكلام ده على النار، ويتقلبوا مع بعض لحد ما يعملوا لي يبتدي يتقلوا كده ويبقوا خليط منسجم مع بعضه زي ما احنا شايفين. هحطه وهو سخن زي ما هو على البسكوت، عشان البسكوت كمان يدوب وياخد من طعمه ويتشرب من طعمه. اتأكدت خلاص ان الطبقة دي بردت تماما وبقت متماسكة جدا. هنزل بقى عليها بأول طبقة انا عملتها خالص، وهي مربة الفراولة في الجيلي اللي احنا عاملينها الخطيرة دي، وهنزل على وش البايركس بتاعنا عشان اعمل اخر طبقة. زي ما احنا شايفينها بقى كده، هنسيبها مش اقل من 3 ساعات عشان تتماسك معانا، وكل ما نسيبها في التلاجة وقت اطول كل ما تكون متماسكة معانا وسهلة جدا في التقطيع. هنا بقى لو في اي فراغات، بقدر ان انا
بحرف الاسباتولا كده ان انا اظبطه، او لو في مثلا فواكه فوق بعضها او حاجة بظبطها وهي لسه معايا سايلة، مفيش مشكلة خالص. اتأكدت خلاص ان كل حاجة تمام، هدخلها التلاجة زي ما قلنا مش اقل من 3 ساعات. يعني كل ما تسيبيها وقت اطول هيكون افضل وهتديكي نتيجة افضل. انا سبتها في التلاجة بس مش كتير علشان التصوير، وخرجتها. ممكن تسيبوها اكتر من كده، بقت متماسكة خلاص. كده بقى هنبتدي نقطعها، وزي ما قلت انا ما سبتهاش وقت طويل قوي عشان اصورها لكم، لكن انتوا تقدروا تستنوا عليها. وده شكلها بقى النهائي، وهوريكم دلوقتي قطعة منها قد ايه الطبقات بتاعتها متماسكة وحلوة جدا. زي ما احنا شايفين بتتقطع معانا زي الكيك بالظبط، طبقات حلوة. ونصيحة البسكوت اللي تستخدموه تكونوا ضامنينه، يعني استخدمتوه قبل كده وعارفين انه نوع كويس. لان لو البسكوت نوع مش كويس هيغير لكم طعم الوصفة تماما. انا غيرت نوع البسكوت اللي انا بعتمده في الوصفة دي، وطعم البسكوت ما كانش عاجبني قوي. فدي نصيحة، يعني ان احنا نجرب بسكوت نكون معتادين عليه وواثقين فيه. عجبتكم الوصفة ما تنسونوش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من اكلة ماما. سلام.